الحمد لله، مبروك للجميع. توفيق من الله سبحانه وتعالى. وهذا قشنق نقدمه لهذه الجماهير. نعزي أيضا الأسرة المالكة بوفاة صاحب اسمه الملك الأمير مشعل بن عبد العزيز، نسأل الله يتغمده بواسع رحمته. وكنا نتمنى أيضا أمير نواف يكون معنا اليوم، ولكن الحمد لله على كل حال. يعني المباراة اليوم صراحة كانت جميلة، تتويج جميل. أيضا لا تنسى أنها مباراة ديربي، تتوج ضد فريق الخصم في مباراة ديربي، تجد حاجة جميلة للجماهير. كابتن أسامة، أصعب لحظة أمانة أنا أعرفك صريح، أصعب لحظة هذا الموسم قلتها قبل كذا وبقولها، يعني مباراة الاتحاد وبعد الفتح أصعب مباراتين يعني كانت. دائما أنت من لاعبي الخبرة، المباراة اللي بعدها قلت خلاص هذا الدوري لنا خلاص. لا، ما تقدر تقول دوري لنا، لكن ممكن تقدر في داخلك تقول خلاص يعني الأمور أسهل من أول. مباراة الفتح بعد مباراة الفتح تقريبا، الاتحاد والفتح هي كانت أصعب مباراتين. راح يكون مباراة الفتح الهدف ما جاء إلا في آخر الوقت. أنا أديها لجنودنا الحد الجنوبي صراحة. الناس تسهر على راحتنا وإحنا شوفينا مبسوطين في أمن وأمان. الحمد لله، الله يديم الأمن هذا اللي إحنا فيه، ويتابعونا دائم، خاصة إحنا مع المنتخب، ودائما يرسلوا رسائل لنا بإذن الله. يعني نفرحهم، يعني يمكن اللي يشجع الهلال طبعا نفرح، اللي يشجع الهلال بيكون زعلان، لكن مع المنتخب نفرحهم جميعا. آخر دوري أخذ الهلال كان مع أسامة، عاد أسامة أخذ دوري، بالنسبة لك هذا له ارتباط؟ أكيد، شوف حاجة حلوة لك يعني، ولكن هي ما لها دخل في النهاية. لا تنسى إنه كرة قدم كرة جماعية، يعني ما مو لاعب واحد اللي بيلعب، لكن هو عمل. يمكن غاب الهلال الفترات السابقة، أنا بعيد عن النادي، يعني ما أعرف إيش الظروف بالضبط، لكن اللي يهم إنه أنا مع النادي وحققنا هذه البطولة.